على رأي المثل اصرف قرش توفر قرش. المثل ده من تأليفي بس أنا مجرباه كتير، هقول لكم ازاي. هتلاقي ناس كتير بتقولك حوش فلوسك، امسك ايدك وما تصرفش فلوسك على حاجات ملهاش لازمة. بس أنا هقولك حاجة تانية غيرهم. انت لو صرفت فلوسك في المكان الصح وبالعقل هتقدر تجيب كل اللي نفسك فيه ومن غير ما تضغط نفسك. يعني مثلا لما تكون عايز تشتري حاجة جديدة ما تشتريهاش من أول مكان تدخله، لا، دور في أماكن كتيرة جدا لغاية ما توصل للسعر المناسب ليك. كمان ما تهتمش بالترندات وتأكد ان انت محتاج الحاجة قبل ما تشتريها. كمان انت ممكن تغير في شكل الحاجات اللي عندك وده هيخليك ما تحتاجش تشتري حاجات جديدة كل شوية. كمان ممكن توفر لما تدور على ابلكيشنز بتدي عروض طول الوقت زي ابلكيشن جوجل بلس، ودايما استنى العروض اللي بتكون في المواسم زي دخلة الصيف ودخلة المدارس والبلاك فرايداي والنيو يير، لان ده اكتر وقت في السنة بيكون فيه خصومات كتيرة. فمن الاخر يعني خليك انسان وسط وما تصرفش من غير تفكير، واصرف في حدود امكانياتك والحاجات اللي انت محتاجها.